فأبو منصور الطبرسي في كتابه الاحتجاج جزء 1 صفحة 155 من منشورات الأعلامي ببيروت قال إيه؟ قال لما توفى رسول الله جمع علي ابن أبي طالب القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضوا عليهم زي ما أوصاه رسول الله. الكلام ده بالنص. فلما فتحه أبو بكر، دي مش حكايتي أنا، مش روايتي، ده أنا بتكلم على اللي موجود في هذا الكتاب. فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضايح القوم المهاجرين والأنصار، فأخذه فوثب عمر نط وقال يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه، فأخذه علي وانصرف. ده كلام الشيعة. ثم أحضروا زيد ابن ثابت وكان قارئ للقرآن، فقال له عمر إن علي جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، وقد رأينا أن تؤلف القرآن وتسقط منه ما كان فضيحة وهتكا للمهاجرين والأنصار. الكلام ده موجود على الموقع وفي الكتاب. فأجابوا زيد إلى ذلك وعمل اللي طلبه. فلما استخلف عمر لما بقى خليفة سأل علي، قال له يا علي ابن أبي طالب هات القرآن ليحرقوه فيما بينهم. وقال الطبرسي أيضا في الاحتجاج في نفس الصفحة أن الله عندما ذكر قصص الجرائم في القرآن صرح بأسماء مرتكبيها، لكن الصحابة حذفوا هذه الأسماء. تحريف في الجامع. ما ذكرش الحاجات الموجودة بحسب رأيهم أن ربنا هو اللي قال، فيبقى فين هو كلام ربنا؟ حذفوه. عظيم. طب قدس أبونا برضه عشان الشهادة تكمل، ممكن تذكر لنا أقوال علماء آخرين من الشيعة؟ يعني حد تاني قال الكلام دوت؟ يظهره الإمام لم يره أحد من الأولين والآخرين، ثم يظهر نسخة القرآن بخط جده علي بن أبي طالب. هاي النسخة اللي كتبها أمير المؤمنين وجاء بها إلى أصحاب رسول الله، قال هذا القرآن أنا جمعته، هذا القرآن موجود. قالوا لا عندنا قرآن. قال زين هذا القرآن رجعه. بعد ذلك فكروا قالوا لا تعالوا نقول لعلي يأتينا بهذا القرآن وبعدين نتخلص من القرآن اللي عنده. فقالوا له يا أبا الحسن هات القرآن اللي عندك. قال لا والله خلص سبق السيف والعذل، هذا لا يخرج إلا عند ولدي الإمام المهدي القائم، هو يخرجه إلى العالم كله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.